السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شركاء النجاح. طبعا أنا محضر مفاجأة أنا وجميع فريق الأخ خالد أبو مازن، ومخبره إنه أنا جاي لعندك بدي أصور فيديو لمباركي. وصدقا يا جماعة والله ما بيعرف شو هي المفاجأة، واللي بيحب يعرف شو هي المفاجأة يتابع الفيديو للآخر، لأن رايح لعنده. خبرته من شي ساعة إنه أنا جاي لعندك صور فيديو، زبط حالك زبط الوضع مشان نصور مباركة وفيديو جديد. تابعوني حتى نعرف إن شاء الله شو المفاجأة اللي محضرينها جميع أعضاء فريق همة وإرادي لأبو مازن الغالي. هلا وصلنا لعند أبو مازن على المحل وفوت لعنده. السلام عليكم يا أخي العرب. تصور يعني حط لي لا لا ما تصوير، مظبط وضعك والأمور تمام. ايوه متي ما بصير، بدك تشرب شو اسمه، مش انت يدك سن جهزهم على السماعة. ولا حاطط بقلب المتي فطريشه؟ جاهز للتصوير؟ بعرف. بعرف الفيديو تبعه لحاله هلا. ومركب لنا هالقاعده لنصور، مظبط لي حالك احلى مني ما راح تطلع. انا عيون الزرق. احلى منك بالضبط، انا اطول منك. طيب ماشي، يلا جهز لنا التصوير لنبلش. يا كريم. حياكم الله جميعا. طبعا ابو مازن لحد الان ما نو فهمان شيء. صار له ساعه وعم نجهز عم نجهز الكاميرا وعم نظبط الوضع. يقول لي بس قل لي شو بدي احكي. عم له لا هذا الفيديو راح يكون فيديو مفاجأة ومحتواه مفاجأة وما بدي اياك تعرف شيء. هلا ان شاء الله راح تعرف. طبعا ابو مازن قائد فريق همة وإرادي، اللي انا تابع له. اليوم في كثير اشخاص بيعرفوا انه ابو وليد، في ناس ما بتعرف مين قائد فريق. ولا انا تابع للاخ خالد أبو مازن، الاخت خديجة ابراهيم، الاخت ام عباده، هذا الترتيب تبعي. ولكن ولله الحمد انا شبه مستقل، لانه الحمد لله متابع بفريقي، وكنت قائد بكل معنى الكلمه بشهاده ابو مازن والاخوات القادات الحمد لله. لذلك بتشوفوني انه دوله مستقله، ولكن بالنهايه كل واحد له مثل ما بيقولوا قائد ان شاء الله. طبعا ابو مازن مدري انتم، مثل ما قلت لكم، مع اني انا قائد الفريق، هو بامور المتابعه وكذا ما معكم، ولكن باقي خطوطه متابعه وبيتابع معي بشكل عام، وما شاء الله بيقدم لنا دعم بامور كثير ان شاء الله، وما بيقصر بخدماته لنا. طبعا ابو مازن نحن بفريق همه وارادي، ما بس فريق اهل السفاره، فريقي حبينا نتشكرك بطريقتنا نحن والاخوات. طبعا فريقي وقادات الفرق عندي بأعضائهم وباقي الخطوط عندك، مثل خط الأخت هيفاء الحموي والأخت عائشة فلاحة وعبير إسماعيل وناس كتير. طبعا هدول ما من خطوطي، من خطوط باقي. مفاجآت. حبينا يعني نعمل لك هيك شكر وتقدير إن شاء الله، ومفاجأة على تعبك معنا وعطائك، لأنه ما شاء الله أنت مانك مقصر مع حد. يوم طلعت أنا على الماسية مازن قدم لي درع مباركات، من فترة باعت للأخوات أيضا المهتمات عنده دروعة. وإن شاء الله نحن أي حد بنقدر نوصل له الهدايا والدروع إن شاء الله ما بنقصر. وفي أمور تانية بنعوضوا فيها إن شاء الله، اللي بيطلع رتبة الماسية ورتب إن شاء الله. لذلك ابو مازن، وما جبت شيء بهديه، ها مخليها هيك مخليها هيك زير ولا هديه. يا جماعه انا ما، لانه بس فت بايدي بده يعرف. الله اكبر عليك. تفضل انت مسكت. الله يبارك فيك يا ابو الوليد، والله مفاجأة يعني يعجز اللسان ويعجز الكلام ويعجز الوصف درع شكرا من القلب، شكرا من القلب. درع شكر. وراح اقرا لك شو مكتوب عليه. طبعا هلا انتم على الفيديو راح نحط لكم صوره شو مكتوب على الدرع. ولكن بما انه شغله مفاجاه حبينا نقدم هذا الدرع، اذا بتحب تقرا ابو مازن، من قادات واعضاء فريق همه وارادي بشكل عام وفريق اهل السفاره. طبعا الحمد لله هي فكرتي وتنفيذي، ولكن بدي اياك تحط ببالك انه المبلغ المالي تجهيز هذا الدرع مبلغ يعني ما له هالكبير، ولكن ما رضيوا الاخوات
كل والأخوة إلا يدفعوا. يعني تخيل من لبنان بعثوا لي، من تركيا يا جماعة المانو مستاهل، خلص بشكر اسمكم. لا، الشغلة ما بقيمتها المادية، بقيمتها المعنوية. لو دولار واحد بدنا نبعث ونشارك، لأنه هذا ذكرى، هذا راح تقول هذا الفيديو والدرع راح يتخبى العمر كله. يعني بكره بصيروا سفراء ملكيين وهذا الدرع موجود ان شاء الله. هيك الف مبروك. طبعا اكيد شاهدتوا صورة الدرع وشو مكتوب عليه. الف مبروك يا ابو مازن، تستاهل. الله يعطيك العافية يا أبو الوليد، والله يبارك فيك أنت وجميع شركائنا اللي بفريقنا الرائع، أصحاب همام أبطال، والله يعجز اللسان. ومفاجأة والله عندي إياها يمكن ما بقيمها بأي شيء آخر، شو من كان يكون. هي الجائزة وهي الهدية وهذا الوسام وهذا الدرع، هذا أصبح مسؤولية. كبرت المسؤولية على عاتق الحمد لله رب العالمين. الموضوع الثاني، أنا ما قدمت شيء، أنا نحن فريق واحد، نحن متعاونين، نحن أخوة وشركاء، وعملنا عمل جماعي. إذا ما ساعدت شركائي لننجح سوية أنا ما بنجح. وأبو الوليد ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا يعني ما بعتبر حالي أنا قائد فريق أبو الوليد، لا، نحن كلنا شركاء، بس طبعا أنا وأبو الوليد بعتبر حالنا ماشيين سوا، وأحيانا بعتبره هو قائدي. والله بتعلم منك الحمد لله رب العالمين، وماني عارف شو بدي أتكلم. يعني سبحان الله، مفاجأة حلوة كثير، والله بحطها تاج على راسي. وشكرا من القلب إلك ولجميع شركائنا وشركاتنا بدون ذكر. طبعا وبهالفترة هي انتهى شحن المايك سبحان الله، لحتى يبقى الفيديو بعفويته والمفاجأة مثل ما حبوا يقدموها شركائنا وشركاتنا. ما حبينا نكرر هاي اللقطات، لكن حبيت أضيف عليها هذا الصوت مكان الصوت اللي اختفى بسبب توقف المايك. شكرا من القلب لكل شركائنا وشركاتنا، فريقنا الرائعين، فريقنا الأبطال، وعلى رأسهم أخونا أبو الوليد صاحب هاي المبادرة وصاحب هاي الفكرة. شكرا لكم من القلب على هاي المفاجأة اللي خلت الحمل يزداد وخلت الأماني تكبر، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر بإذن الله تعالى، وسوية إن شاء الله نكون يد بيد نحو السفارة الملكية. شكرا لكم من القلب على هاي الثقة اللي وضعتوها فيني. بارك الله فيكم جميعا. مسكر هلا الصوت راح يطلع، بس الفيديو ما راح ينعاد لأنه مفاجأة. احتمال الصوت يطلع نايس أو شيء، ما في مشكلة لما نعدله. مثل ما بتحب أنت تهدي وتنهدى، ونحن أيضا بنحب، مثل ما بنحب الهدية بنحب نهديك. حياك الله أبو مازن، الله يبارك فيك. هاي هديتكم مقبولة، إن شاء الله بكون عند حسن الظن بإذن الله تعالى. وعقبة ما بكرمكم بإذن الله تعالى بدرع السفارة إن شاء الله جميعا. إن شاء الله. حياك الله أبو مازن. حياك الله. أحلى أخ وأحلى شريك وأحلى فريق بإذن الله تعالى. حياك الله. إلى السفير نطير إن شاء الله.